المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. سيمينار للمعلمات في الإقليم الأوسط. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي. نفير تنموي في حشيشي. هجوم يشتبه بأنه جهادي يسفر عن مقتل 11 مدنيا بالنيجر. شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني. واليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل سيمينارا في 22 من أكتوبر للمعلمات الشابات في الإقليم الأوسط، وذكرت أن المرأة الإريترية التي صنعت المعجزات بالأمس لها دور كبير اليوم في التصدي الموحد، داعية المرأة المعلمة للعمل الذي يخلق الدفع القوي لضمان الفرص والمصلحة المتساوية وبناء مجتمع متحضر. وأشارت إلى مهنة التعليم القيمة لإحداث التغيير في المجتمع، وحثت للعمل المضاعف المتفاني بإدراك أن قضية المرأة مسؤولية مزدوجة للمساواة الجنسية. وقالت إن الاتحاد يعمل من حيث المبدأ لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، مناشدة المعلمات الشابات للقيام بدور رائد لتوجيه وتنشئة الطالبات الشابات بالقيم الوطنية. وأوضحت المشاركات في السيمينار على أهمية النقاط التي تناولناها، مؤكدات على المساهمة لإنجاح البرامج التنموية. عقد مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي اجتماعا يومي 20 و21 من أكتوبر في مدينة مندفرة بحث تحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة بحضور مدراء المدارس والمشرفين التربويين والمسؤولين في التعليم في المدارس. وأوضح منسق امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي الأستاذ أسموروم سيسينوس في التقرير الذي قدمه جلوس أكثر من 19,000 طالب في امتحانات الشهادة المتوسطة، وكانت نسبة النجاح 48.8%، وذكر تحسن نتائج الامتحانات مقارنة بالعام الماضي. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كيداني المعلمين القيام بدور رائد للتعرف على المصاعب والعمل المنسق لحلها. وناشد المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نايب في ختام الاجتماع للدعم بالمميزات، وقال إن من المهم العمل الجاد في المراحل التعليمية جميعا لتحسين نتائج الطلاب. توجد في الإقليم الجنوبي 179 روضة أطفال و265 مدرسة ابتدائية و96 مدرسة متوسطة و29 مدرسة ثانوية. يقوم سكان 15 ضاحية في حشيشاي في مديرية حقات بنفير حماية التربة وحفظ المياه وصيانة طريق ترابي. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد موسى حامد أن الهدف من النفير الذي بدأ بداية شهر يوليو حماية التربة والمياه واستقرار البيئة وصيانة طريق طوله 14 كيلومترا. ودعا لتخصيص حافلة مواصلات إلى الضاحية لإصلاح الطريق وإيصال التيار الكهربائي الذي وصل منطقة حشفراي إلى ضاحيتهم. وعلم بوجود برنامج لمساعدة أسر الشهداء والمحتاجين. وأكد السكان بأن العمل الذي يقومون به يسهم لتعزيز العمل الجماعي المجتمعي إلى جانب تنمية الموارد الطبيعية. أعلنت هيئة الكهرباء في إقليم جنوب البحر الأحمر صيانة أعمدة الكهرباء التي سقطت جراء العواصف والسيول في ضواحي شيخايتو وحرسلة. وأوضح مسؤول مكتب الهيئة السيد يوناس تسفاي أن العواصف المطرية التي هطلت في 8 من سبتمبر في عصب وضواحيها أسقطت أعمدة الكهرباء وتوقفت نتيجتها الخدمات الكهربائية، وتم صيانة الأعمدة وتغيير القديم منها وإعادة الخدمة الكهربائية. ذكر مسؤول خطوط الكهرباء السيد
السيد محمد أمين حدوث أضرار كبيرة على الخط الكهربائي الممتد ل14 كيلومترا من حرسلة إلى أبو، وقد تم تركيب 105 عمودا كهربائيا لبدء الخدمات. وأوضح مشاركة شركة البحر الأحمر للإنشاءات العامة وأعضاء قوات الدفاع والشعب لإنجاح العمل. استشهد في 22 من أكتوبر عضو مفوضية البيوت المناضل كيروس تولده هبتو عن عمر 79 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل كيروس بقوات التحرير الشعبية في عام 1975 وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة وجهات الشؤون الاجتماعية وجهاز النقل، وبعد الاستقلال حتى استشهاده في مفوضية البيوت. والمناضل كيروس تولده متزوج وأب ل7 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم الأحد 23 من أكتوبر في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وتعرب مفوضية البيوت عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل كيروس تولده، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. نشرتنا الإخبارية متواصلة مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، وقع ما لا يقل عن 11 قتيلا من المدنيين في غرب النيجر حسب ما ذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفرنسية إثر هجوم على 3 شاحنات ودراجة نارية فيما يسمى بمنطقة المثلث الحدودي قرب مالي قام به مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون. وقال مسؤول بلدي إن مسلحين اعترضوا 3 شاحنات وقتل جميع الأشخاص ال9 الذي كانوا فيها، كذلك قتل شخصان آخران كان على دراجة نارية. ومنذ إعلان فرنسا منتصف فبراير انسحاب قوات برخان وقوات تاكوبا الأوروبية من مالي، تخشى نيامي من تعزيز الجهاديين تواجدهم في منطقة تيلابيري الشاسعة في الغرب في منطقة المثلث الحدودي. وتابع المسؤول البلدي أن الشاحنات ال3 تعرضت للهجوم على طريق رملي بين بلدة بانيغوا وقرية تيزيغورو قرب حدود مالي. فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطاته. وجددت ولاية شي كأمين عام للحزب ل5 سنوات إثر عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس من عام 2023. وبعد أسبوع من المداولات خلف أبواب مغلقة اختتم المؤتمر ال20 للحزب الشيوعي الصيني بتعديل كبير في لجنته المركزية. في السياق بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بفوزه بولاية ثالثة جديدة. وقدم فخامة الرئيس إسياس في رسالته التهنئة باسم شعب وحكومة إريتريا، منوها إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الصين على مدار 70 عاما بزعامة الحزب الشيوعي الصيني. وانتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية ثالثة سيكون له دورا هاما في تسريع هذا التقدم، متمنيا له التوفيق في المهام الداخلية والعالمية الكبرى التي تنتظره. وقعت أستراليا واليابان اتفاقا أمنيا تاريخيا يقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري. ووقع رئيسا وزراء البلدين الأسترالي أنتوني ألبانيزي والياباني فوميو كيشيدا الاتفاق في مدينة بيرث غرب أستراليا لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما، عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق لهما. وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني كما سمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي. وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق اتفقت الدولتان على أن تجري قواتهما العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا. ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على بيئة استراتيجية تزداد قسوة.
في النبأ الأخير أطلقت الهند صاروخا يحمل 36 قمرا اصطناعيا خاصا للإنترنت بعد تأجيل دام شهورا بسبب الحرب في أوكرانيا. وكانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة وون ميب ومقرها في لندن منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس. وقال إيس سومانسا رئيس وكالة الفضاء الهندية إنه تم وضع 16 قمرا اصطناعيا في المدار، معبرا عن تفاؤله بأن الأقمار 20 المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار 16 الأولى. وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمرا اصطناعيا كما هو مخطط. جدير بالذكر أن جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة كانت على صواريخ روسية، علما أن عملية الإطلاق الأولى لها أجريت عام 2019. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. استمرار للمعلمات في الإقليم الأوسط. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي. نفير تنموي في حشيشاي. هجوم يشتبه بأنه جهادي يسفر عن مقتل 11 مدنيا بالنيجر. شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني. واليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.